برامج تجنبوا تحضروها لأولادكن. ديانا اندروما مقاطع بتتحرك بسرعة، ما فيها أي فائدة تربوية، فيها تحفيز حسي زايد كتير على دماغ الأطفال. كوكوميلان مشاهد أو مقاطع أو صور تقطع بطريقة سريعة كتير قدام عيون الطفل، فيها موسيقى كتير عالية، ما فيها حوار، والكلام فيها كتير قليل. أما الأطفال اللي هن عمرهم أكتر من 2 سنين فينا نحضرهم، بس طبعاً نحدد لهم وقت، منه متاح أبداً إنه هن يحضروا كل الوقت، بس ننتبه على المشاهد اللي هي فيها كلام أكتر من موسيقى. بدنا ننتقل لماشا والدب. أكيد كتار منكم رح يتفاجئوا لأنه كتار مفكرين أنه ماشا والدب هو برنامج مفيد للأطفال. بدي منكم تركزوا معي شوي. ماشا كيف حركتها؟ بتضلها سريعة كتير، تعمل فوضى. هل هيدا الشي بيعلم الأولاد النظام؟ أبداً، بيعلم الأولاد على الفوضى. فيها تحفيز حسي، حركة كتير كبير على دماغ الطفل. إذا حابين نحضر أولادنا خلينا نختار البرامج اللي فيها حوار وما يكون فيها موسيقى بصوت عالي أو بنسبة كتير كبيرة. قعدوا معهم، العبوا معهم، قضوا وقت معهم، تواصلوا معهم، خليهم يستكشفوا ويتعلموا بطريقة صحيحة. استشيرونا أبدا ما بتندموا، واللي بعرفه عم قلكن عنه.